سيد الفقي، رائد التنمية البشرية والشقيق الأكبر للدكتور العالم الحاضر الغائب إبراهيم الفقي، رائد التنمية البشرية. دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، ابني وأخويا وحبيبي وأستاذي في التنمية البشرية. أستاذي لما جه يشغلني معاه قال أنت مش بتشتغل عندي، بتشتغل معايا، ده أنت اللي مربيني وأنت أخويا الكبير، وأنا محتاج لك معايا. هشتغل في مصر، ومصر مش سهلة، كان مسميها كوكب مصر زي كوكب المريخ. التنمية البشرية للجميع، وإبراهيم الفقي علومه فنونه الجبارة. خدوا المعلومة ديت حسب معلوماتي المستندية، دكتور إبراهيم الفقي بيشوفوا 420 مليون يوميا. مفيش واحد في العالم، مفيش حد في العالم عنده هذا الرقم أبدا أبدا خالص. أي حد أيا كان بيشوفوه. في ناس بتكلمني تقول لي أنا معرفش أغمض عينيا أنام إلا أما أسمع حاجة للراجل ده عشان يديني نفس. ناس بتروح تعمل عمرة ويكلموني من العمرة ومش قرايبنا، يقولوا لي انا بعمل عمرة للدكتور ابراهيم الفقي اللي الاستاذ مصطفى ابني بيقول علم ينتفع بيه وولد صالح يدعو له. هو مش ابني ولا من صلبه خالص، وبيعمل له عمرة وبيكلمني بيقول لي ايدي هحطها على الكعبة دلوقتي وبعمل له عمرة. ده ابراهيم الفقي، ده ابراهيم الفقي. ابراهيم الفقي ركب العالم كله، ركبه كله. حط حاجتين في حياته هتكلم بسرعة عليه، والدكتورة عبير بنتي حيوها لو سمحتي. بنتي واللي شايله الليله زي هذا البني ادم الغريب العجيب عمل حاجتين في حياته. قال انا لازم ابقى بطل الجمهوريه في البينج بونج، ولازم ابقى رئيس اكبر فندق في العالم، وقد كان حقق اهدافه. وحط اهدافه دي وهو في سن 8 سنوات 9 سنوات عملها. طرفه سريعه وغريبه. احنا كنا في بحري في اسكندريه، واللي عارفين اسكندريه كلكم عارفينها او رحتوها. منطقه بحري دي اللي بنى عليها الاسكندر الاكبر مدينه اسكندريه القديمه، اللي كانت الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. فهذا المكان العبقري اتولد فيه دكتور هيما، دكتور ابراهيم الفقي، او الولد هيما الشقي اللي انا بقول عليه رحمه الله عليه. والعبقريه بتاعته نشأت في هذا المكان الغريب العجيب اللي الاسكندر الاكبر عمل مدينته الجباره، عاصمه الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه، وكانت بتاكل نص العالم اسكندريه دي او الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. المهم هذا البني ادم الغريب العجيب وصل بسرعه كده في البينج بونج، بقى بطل جمهوريه، بطل الامه العربيه، بطل افريقيا، بطل البحر، وراح بطوله العالم سنه 69 او 68 مش متذكر دلوقتي في المانيا الغربيه. المهم عشان يحقق بقى الهدف الثاني لازم بره، فراح كندا، هاجر كندا. وانا طبعا ساعدته في الهجره، ربنا يرحمه ويسامحه. ورحت له هناك. وبعدين بقول طرفه وهو صغير كان شقي جدا، ولذلك انا كنت قلت عفريت معفرت من يومه والدنيا عايمه على عمره، اول زجل قلت فيه. فالمهم ان هذا البني ادم الغريب العجيب